عايزه اقول لكل ام جديده، هي دلوقتي ممكن يبقى عندها اكتئاب بعد الولاده ولسه المسؤوليه جديده عليها وكل حاجه صعبه وبتعيط. عايزه اقولك ان كل حاجه بتعدي. ابني قرب يتم سنه، واول ما ولدته ما كنتش بسمع غير كلمه هتعدي، ما تقلقيش هتتعودي. انا اصلا بالنسبه لي كانت كلمه هتتعودي يعني معنى كده خلاص دي حياتي، يعني انا هفضل طول عمري ما بنامش كده، نومي بايظ، عياط، سهر، تعب. وكنت شايفه كل اللي حواليا عايشين يومهم عادي ويومهم طبيعي، لكن انا اليوم اتشقلب. انا اصلا مش عارفه الاقي نفسي، انا مش عارفه اقعد. ابسط الحاجات اللي ممكن تتعمل زي ان انا اكل، انا مش عارفه اكل، انا مش عارفه اعمل اي حاجه خالص. وكنت حاسه ان انا مش انا، كنت عارفه ان انا هيجي عليا يوم احس بنفسي تاني، يعني ابقى عارفه اقعد بس على الاقل اكل حاجه او اقعد اتفرج على حاجه تاني. في الفتره دي بقى كنت بشوف اي ام ابنها كبير او بنتها كبيره او اي ام عموما، كنت شايفاها اللي هو انت بطله، ده انت طلعتي حاجه كبيره قوي، انت طلعتي بتعملي مجهود خرافي وطلعتي شاطره جدا. وانا ما كنتش واخده بالي ان الموضوع صعب كده، وان اللي بيعمل حاجه انا كنت فاكراها طبيعيه قوي زي ان هي تبقى ام مثلا، كنت فاكراها حاجه عاديه. لا، كنت وقتها ببص لكل ام نظره فخر، لو انت قدرتي ازاي تخلي بالك على بني ادم، قدرتي تحافظي عليه ازاي. انا دلوقتي ابني سنه وبقيت بعرف اعمل كل ده، بقيت بعرف اخلي بالي عليه، بقيت بعرف افهمه. كانوا بيقولوا لي هتاخدي على قله النوم، وكنت متخيله ان انا كده خلاص هبقى بتعذب، بس انا فعلا خدت على قله النوم. مش هقول ان انا الموضوع عادي جدا وسهل وبسيط، بس لا، سبحان الله احنا ربنا بيخلينا وبيقوينا نتعود على الوضع اللي احنا فيه. حتى لو بقيت بنام طبعا اقل من الاول، حتى لو بقيت ما بعرفش حتى انام ساعتين على بعض، بس سبحان الله زي ما قلت لكم ربنا بيقوينا وبيخلينا نتحمل دايما اي وضع جديد احنا فيه. وعرفت الاقي نفسي تاني. ومش هقول لكم ان انا فاضيه وان انا الدنيا كويسه جدا، عشان خاطر ما بقاش بوهم اي ام بتتفرج عليا في عينيها ما تبقاش كده تحس باكتئاب وتحس ان الغلط عندها. لا، انا مش فاضيه. وطبعا البيبي كل ما بيكبر كل ما احتياجاته بتكبر، برغم ان السن الكارثي هو من 0 ل 3، ده طبعا لا يعلى عليه السن ده. بس انا بخلق لنفسي وقت في اليوم، بخلق لنفسي وقت، برغم ان انا خلاص بيجي عليا الليل انا ببقى هموت وانام، بس لازم على الاقل يبقى لي حتى لو 10 دقايق. فانا جايه برضه اقولك هتعدي، والله هتعدي، وهترجعي تاني تحسي بنفسك وتعيشي يومك الطبيعي، وهتتعودي، والله هتتعودي، وهتفهمي البيبي بتاعك، وهتعرفي تتعاملي معاه لما يتعب، وهتعرفي لو بيعيط امتى هو عايز ايه، وهتعرفي تهندليه ازاي، وهتعرفي تعيشي يومك تاني، وهتعرفي تعيشي حياتك تاني. بس طبعا لازم نتقبل ان الحياه مش هتبقى زي الاول بالظبط عشان ما نكتئب.